حرف الجيم من جملة الأخطاء في نطق حرف الجيم الفصيح أن تنطق رخوة، ومعنى الرخاوة يا إخواني هو جريان مين؟ الصوت. أج أج. نعم. مثلا بدل جعلوا شو بيقول لك؟ جعلوا. هي عندنا في بلاد الشام جعلوا. وجنة، هذه رخاوة ما بتصح. خلط صوتها بالدال، بده يجيبها شديدة، لكن عم يستعمل طرف اللسان مع وسط اللسان، فبيطلع الصوت ايه؟ مخلوط بين الجيم والدال. يدمعون. يدمعون بلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبتلاقي الصوت شبه جيم مخلوطة بمين؟ بدال. خلط صوتها بالشين. الجيم يا أخواني كما نعلم من وسط اللسان، والشين أيضا من وسط اللسان، فإذا ضعفت الجيم تتحول لمين؟ إلى شين. شو قال السخاوي؟ والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. مثلا بده يقول المجاهدين، شو بيقول؟ المجاهدين. قلبها ياء، طبعا هذا موجود في يعني بعض بلاد الساحل الشرقي للجزيرة العربية، بدءا من الكويت وانت نازل لتحت. المسجد. المسجد. نطقها مثل حرف جا، هذا موجود في بعض مناطق اليمن، وموجود طبعا بالقاهرة واسكندرية وغيرها. الحج أشهر. الحج أشهر. الحج ايه. من جملة الملاحظات التي يمكن أن تحدث في عند نطق الشين ضعف صوتها بسبب ضعف الاعتماد على مخرجها، فيكون الصوت هكذا. بده يقول مثلا اشتروا، بدل ما يقول اشتروا ماذا يقول؟ اشتروا. اشتروا. أو بقاء صوتها محصورا ضمن الفم بسبب عدم المباعدة قليلا بين الفكين، فلا يتمكن الصوت من الخروج. نحو اشتروا. اشتروا. تقديم مخرجها قليلا عن وسط اللسان، فيخرج صوت مشوب بصوت السين في نحو من الشيطان. من الشيطان. بتلاقي فيها شيء من السين يعني. تفخيمها إن جاورت حرفا مفخما، نحو شطاطا، هنا جاورت مين؟ الطاء. أبرز الأخطاء عند نطق الياء غير المادية: أولا المبالغة في الضغط على وسط اللسان عند النطق بها، وخاصة إن شددت، نحو أينما. مرة ثانية أينما، هذا المبالغة في الضغط. أي. إياك. إياك. هذا كله ما بصح. خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، نحو الدنيا. الدنيا.